السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. قصة النهاردة حقيقية حصلت بالفعل، هي عبارة عن مجموعة قصص لشارع مسكون. الحكاية بدأت في الأول إن في بنت حصل معها حاجة غريبة ومرعبة، والبنت دي كانت قاعدة مع قرايبها، فقعدت ستات وحكت على اللي حصل عشان كل واحدة تحكي اللي حصل معاها. رعب محدش يتخيله لأن كلهم قرايب وجيران في نفس الشارع. اللي حصل للناس دي رعب من اللي بيروح في نص الليل يخبط على بيوت، رعب من اللي بيبقى فيه نار والعياذ بالله. اسمعوا الفيديو للآخر، ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مجموعة قرايب قاعدين مع بعض، ستات وبنات، لأن في القصة دي حصلت في محافظة الشرقية، في قرية في محافظة الشرقية، في شارع كلهم قرايب وبيوتهم جنب بعض. الكلام ده حصل، البنت حكت الموضوع ده هو حصل لها في فترة التمانينات. البنت بتقول كنت قاعدة وكنت في الفترة دي في الثانوية، في أولى ثانوي. بتقول كنت قاعدة ومشغلة التلفزيون على القناة التانية أيام زمان لما كان بيجي عليها فيلم السهرة، فيلم أجنبي كان بيجي حوالي الساعة 2 بالليل. طبعا جيل التمانينات هو اللي هيبقى عارف الموضوع ده وازاي الناس كانت بتستناه. بتقول باباها ومامتها واخواتها الصغيرين كانوا نايمين، هي بس اللي كانت سهرانة قدام التلفزيون بتتفرج على الفيلم الأجنبي ومبسوطة جدا. كل البيت نايم وكل الجيران نايمة لأنهم أرياف، يعني الناس بتصحى بدري وبتنام العشاء. بتقول وانا قاعدة بتفرج على التلفزيون حسيت بيتهم كان طينة، والبيت قدامه عريشة صغيرة كده، وزي مش فراندا يعني وسعية كده قدام البيت، وفي حيطة فيها بتاع حوالي متر ونص، يعني زي فراندا كده بس ايه لبيت طينة يعني. بتقول انا قاعدة حسيت في حد ماشي في الحتة اللي قدام البيت، في الفرندا اللي قدام البيت دي، والباب بتاع بيتهم كان اللي هو الباب الضرفتين، وفي ازاز بيتفتح وبتقفل اللي احنا بنقول عليها عراشة كده، عراشية. بتقول انا حسيت ان حد ماشي رايح جاي، خطوات رايحة جاية قدام الباب. بتقول الكلام ده كان الساعة 2 بالليل، مين اللي هيمشي دلوقتي؟ بتقول ما بقاش مشي بس وخطوات بس، لأ. بتقول ده أنا حسيت في صوت زي ما يكون حمار زي زفير الحمار كده، الصوت اللي الحمار بيعمله بأنفه، لا مؤاخذة يعني. بتقول أيوة أنا سمعت الصوت ده. بتقول أنا في الوقت ده قلت ايه ده، حمار؟ ايه اللي هيجيب حمار يمشي قدام البيت دلوقتي؟ وبعدين الحمار ايه اللي هيدخله في الفرندا بتاعتنا الضيقة دي؟ وبعدين يعني في الأرياف الحمير بيبقى لها صحاب، وصحابها يعني بيبقوا رابطينهم في بيوتهم، مفيش حد كده بيسيب حمار يمشي لوحده أو كده، يعني مستحيل. ده الحمار يعني بيبقى عند الفلاح ده ثروة. بتقول أنا سامعة الصوت عمال يزيد والصوت بيقرب. بتقول مقرب من الباب. بتقول عشان رحت أبص من تحت الباب. بتقول الباب طبعا اللي هو الضرفتين ده كان من تحت فيه واسع شوية، يعني هي لو وطت ومدت عينيها هتشوف. بتقول عشان أشوف حق قدمين. بتقول قدمين يعني كان باين من القدم باينة والساق باين منها حوالي شبر كده. بتقول رجلي رفيعة جدا والرجل مش عليها لبس، يعني كل اللي أنا شايفاه القدم والرجل مش عليهم لبس، واللي واقف ده حافي. الرجل رفيعة جدا والقدم طويلة قوي. وبتقول أبيض أبيض بدرجة، يعني درجة كبيرة جدا. بتقول بياض بحمار يكاد يعني أنا بتهيالي أنا شايفة الحمار بتاع رجله، يعني بتقول شايفة كده لما يكون حد قاعد قدام النار ووشه أحمر وخدوده كده اللي بيقولوا هيطلع دم. بتقول كانت رجله بنفس النظام ده، يعني زي ما رجله بيضة مضية على حمار خالص. بتقول عمري في حياتي ما شفت كده. بتقول في اللحظة دي أنا اتأكدت إن اللي واقف ده مش إنسان أكيد، لأنه واقف من غير ما هو لابس حاجة، وكمان الرجل مش طبيعية. بتقول في اللحظة دي، بتقول والله العظيم أنا حسيت بشعر راسي وهو بقف. بتقول في اللحظة دي أنا معرفتش أعمل إيه. الشخص ده واقف قدام الباب على طول ورايح جاي، بس بيروح
ويرجع تاني يقف قدام الباب بالظبط، وتقول انا زحفت على ايدي ورجلي زي ما كنت موطيه ببص، زحفت رحت عند التلفزيون وعليت أكرة التلفزيون على الآخر. بتقول ما كنتش قادرة ان انا ادخل الأوضة او اجري، لان هم الصالة بتاعتهم الأوض كلها بتفتح في الصالة زي بيوت زمان، يعني الصالة في النص والأوضتين بوابهم فاتحين في الصالة. بتقول فعليت أكرة التلفزيون على الآخر على أعلى حاجة، بتقول عشان أي حد يسمع التلفزيون ويجيلي. بتقول فعلا باباها بعدها على طول سمع صوت التلفزيون عالي وخارج، قعد ينده عليها، وبعد كده خارج يعني بتقول كان بيشتم ان هو ازاي يعني انا اشغل التلفزيون وعليه كده في وقت زي ده. بتقول جه لقاني مرمية على الارض وبرجف، وبتقول شعري كان واقف. بتقول شعري يعني بتقول حتى هو لما حط ايده على شعري على شعر راسي شعرها كان بيطقطق. عارفة مثلا انت لما تجيبي قش وتيجي تحط ايدك عليه كده مثلا تسويه او تنيميه بيعمل صوت، بتقول شعري عمل كده. بتقول قال لها ايه يا بنتي في ايه اللي حصل؟ قالت له على اللي حصل ده. قال لها طيب ما تقوليش لحد، وقعد يقرأ قرآن، فتح الشراعة بتاعت الباب ما شافش حد. قال لها طب خشي. بتقول دخل وقعد معاها شوية على السرير، وكانوا اخواتها معاها في الأوضة لغاية ما نامت. بتقول قال لها اوعي تجيبي السيرة لحد. البنت ما حكتش القصة دي غير بعد حوالي 20 سنة، كانت متجوزة ومخلفة ومعاها 3 أولاد. كانت بتحكي الحكاية دي في وسط القعدة، يعني لا هي قالتها ولا باباها رحمة الله عليه قالها. فبمجرد ما قالتها زي ما يكون خيط وكر، كل واحدة قالت قصة حصلت ليها في نفس المنطقة دي، منها مامتها. بس مامتها اللي كانت حكت لها واللي كان حصل معها ده كانت حماتها اللي قالته لها. بتقول لها في نفس البيت اللي هم قاعدين فيه ده، بتقول احنا كنا متعودين دايما نروح نملى المية بعد الفجر. اذان الفجر كان فيه ترمبة بيبقى فيها مية حلوة، مية عذبة، بس الصبح كان بيبقى عليها زحمة كبيرة جدا. فبتقول كنا نقوم نصلي الفجر، الستات يتلموا ويروحوا يملوا اللي تملى لها جردل يا دوب عشان تعرف تشيله على راسها وتجيبه وتمشي. بتقول يوميا كنا لازم نعمل كده. بتقول في اليوم ده كانت متعودة على طول جوزها يقوم يصلي يروح الجامع، وكانت مرات سلفتها مرات أخوه تيجي تخبط عليها ويروحوا مع 2 3 من جيران من ستات الجيران، كانوا بيمشوا مجموعة مع بعض. بتقول في اليوم ده الباب خبط وأنا وجوزي نايمين، فقلت له قوم ده راحت علينا نومة، الفجر أذن وأم محمد اهي جايه بتخبط عشان نقوم نملى المية. قال لها لا الفجر ما أذنش، أنا بقالي 20 سنة بقوم على أذان الفجر عمره ما راح عليا مرة، الفجر ما أذنش. قالت له ما هي بتخبط اهي. قال لها لا سيبيكي منها. قالت له يا باي يا راجل هتروح تملى وتسيبنا، انت اللي هتبقى تروح تملى الصبح صبغتك وحاجتك وتروح. قال لها سيبيكي منها الفجر لسه ما أذنش. قالت له يا عم بتخبط اهي، طب قوم بس. طب انا هروح خليكي انت، انا هروح، انا كنت بقومك عشان الفجر ما يروحش عليك. قال لها لا خليكي انتي. قالت له يا باي يعني هي مصرة ان الفجر أذن، وهو الراجل متأكد ومتيقن ان الفجر ما أذنش. الفترة دي ما كانش فيها كهرباء ولا كان فيها يعني اي عمار، يعني كانت البيوت بتولع بلمبات الجاز، والغني قوي كان بيبقى عنده كلوب، هم كان عندهم لمبة جاز وحاطينها معلقينها في الصالة. بتقول قام قال لي خليكي هنا، بس انا مشيت وراه. بتقول قام جاب لمبة الجاز، ومش من عادته ان هو يجيب لمبة الجاز وبيمشي بيها، يعني لمبة الجاز كده كده موصلة للباب. بتقول بس جاب لمبة الجاز في ايده ومردش، يعني مردش على الخبط قال مين او اي حاجة. بتقول جاب لمبة الجاز وفتح الباب بسرعة ونور بيها. بتقول عشان نسمع صرخة، بتقول انا حسيت ان الباب اتهز. بتقول بمجرد ما فتح الباب ومعاه اللمبة في ايده قال بسم الله الرحمن الرحيم، بتقول سمعنا صرخة حسينا ان البيت اتهز. بتقول قفل الباب بسرعة وقال لها مش قلتلك الفجر ما أذنش؟ بتقول انا من الرعب ومن الخوف، يعني حماتها بتحكي، بتقول طلعت اجري على الأوضة ونمت على السرير واتغطيت. بتقول لان الكلام ده كان في فصل الشتاء. بتقول عشان بعدها بحوالي نص ساعة الأذان يقول الله أكبر والشيخ يأذن. جوزها كان جنبها قال لها بصي أذن الفجر عشان لما أقولك إن ده مش الفجر تصدقيني، يلا قومي املي المية. قالت له لا مية ايه والله ما يحصل، والعدت أروح ولا طبها غير لما
النهار يشقشق عشان تيجي سلفتها بعد أذان الفجر تخبط عليهم. جوزها يقول لها ادخلي لها، تقول لها لا أنا مش همشي غير بعد الفجر، احنا حصل 1 2 3، عشان سلفتها تحكي لها قصة مشابهة ليها حصلت معاها. القصة دي إن شاء الله هنحكيها في الجزء الثاني من السلسلة دي. ياريت متنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.